والله العظيم ما عندي كلام اقوله ومش بتارجت انا هقول ايه يعني انا مش عارف يعني احنا هنفضل طول عمرنا مش هنكسبهم. يعني انا يعني هم خلاص رسميا كده بعقدتنا. بعدين يا كابتن حسام انا عندي سؤال بسيط يعني هو انت ما كنتش عامل حسابك ان انا هيجي فينا جون؟ يعني انت مثلا ما كنتش حاطط الخطه اللي احنا لما يجي فينا جون هنعمل ايه؟ طب ازاي؟ يعني انا واخد بالي ان في ناس بتنتقد حسام حسن على انه بيدافع. يا جماعه هي دي طريقتنا من اول البطوله وبنكسب بيها. احنا طول الماتش بندافع وبنعتمد على كورتين ولا 3 كور هم دول اللي بيجيبهم جون وشكرا على كده. حسام حسن نزل بالتشكيل الصح بالطريقه الصح واحنا اصلا عملنا كل حاجه صح. ده الجون حتى ما جاش غلطه، ما جاش مثلا عن طريقه لعب ملعوبه منهم، لا ده هو كوره اتشاطت خبطت اتردت جون والكوره عدت كوبري وبتاع ما حدش شاف حاجه اصلا. احنا عملنا كل حاجه صح اللهم الا بس تغييرت لما تريزيجيه نزل مكان فتوح دي انا برضه مش فاهمها ليه. بس انت لو عايز تشيل الليله لحد القائد بتاعك فخر الكريسماس عمر مرموش فاتح له انفراد. ما تقوليش ان هم ما شافوش ده واحد بيلعب في ليفربول. ما تقوليش ان هو ما شافوش ما ادالوش ليه؟ دي نطاعه. واحد طبعا دلوقتي هيقول لي انت شايل الليله كلها لصلاح. طب مين هيشيلها؟ طيب طب انا اجي اشيلها. انا شايف من وجهه نظري ان كل لعيبه رجاله ومحدش فيهم بخل بمجهود. حتى الشناوي اتصابت كان المفروض يترمي. بس انا بقول لك هو حتى لو كانت رمى كانت هتدخل. انا شايف ان كل اللعيبه ما قصرتش الا القائد بتاعك. تخيل لما يكون النجم بتاعك اتحط 4 مرات في موقف واحد على واحد والمفروض بيلعب في ليفربول ما عداش ولا مره. عز ما كان ساديو ماني واكل النجيله وسبرنتات وبتاع وبيقطع من ورا المدافعين كان محمد صلاح اصلا مش عايز يرجع يدافع.